أعزائي المتابعين، فيلمنا النهاردة فيلم قديم دراما حزين جدا. فيلم فيه جملة مشهورة الناس كلها بتقولها، فيلم شيء من الخوف، بطولة شادية ومحمود مرسي ويحيى شاهين. فيلم تأليف ثروت أباظة وإخراج حسين كمال. الفيلم بتدور أحداثه في الصعيد. بيقوم محمود مرسي بدورين، دور الجد عتريس الكبير ودور الحفيد عتريس الصغير. بتبدأ القصة وبيورونا جبروت عتريس الجد هو ورجالته اللي بيقوموا بقتل شخص. الشخص ده من عيلة الدهشنة، عشان الشخص ده مش راضي يدفع لهم الإتاوة اللي هم بيفرضوها على الناس. وبعد ما بيتقتل والناس كلها بتعرف ان عتريس قتله عشان ما دفعش فلوس، عشان طبعا يخوف بقية الناس من عدم دفع الإتاوة. بيروح عتريس هو ورجالته للعزا، والناس اول ما بيشوفوه جاي العزا بيهربوا وبيسيبوا له المكان. بيعمل زي المثل اللي بيقول بيقتل القتيل ويمشي في جنازته. بيرجع الجد بيلاقي حفيده ماسك حمامة وبيطبطب عليها ويبان من كده حنية الطفل ورقته، فبيغضب الجد جدا من رقة الطفل وبيضربه بالقلم على وشه وبيذبح الحمامة قدامه عشان يعلمه القسوة، ويطلب منه يكون قوي وقاسي زيه عشان هو اللي هيورث مكانه بعد ما يموت. وبيحذره انه لو كان طيب وما بقاش زي جده الناس هتستضعفه. بيحزن الطفل جدا على الحمامة. وبنشوف مشهد تاني للطفل عتريس وهو في السوق، وفي بعض الأطفال بس بعيد عنه بيلعبوا مع بعض مش بيلعبوا معاه خوفا من جده. وهو ليه صديقة وحيدة اللي هو بيحبها، بنوتة اسمها فؤادة الوحيدة اللي بتلعب معاه واللي بيحبها وبيحب يتكلم معاها وبيحكي لها كمان عن خوفه من جده وان جده بيضربه وبيقوله ايه. بعد كده بنلاقي مشهد ان الجد عتريس جاي هو ورجالته، فالأطفال بيشوفوه بيهربوا كلهم وبيخافوا وبيبعدوا من الطريق، لكن فؤادة بتفضل واقفة مكانها. الجد بيستغرب جدا انها واقفة وما خافتش زي باقي الأطفال. بيسألها انتي ليه ما جريتيش؟ قالت له انها مش خايفة منه، وقالت له كمان وصيته على عتريس الصغير وقالت له انه ما يضربوش، وقال لها ان هو عايزه يبقى راجل. وبيمشي الجد وهو ورجالته، فؤادة بتفضل واقفة مكانها بشجاعة. المشهد اللي بعده بنشوف عتريس الطفل لما كبر وفؤادة كمان كبرت وكبر الحب بينهم، وبيتقابلوا بيتوعدوا على الحب والإخلاص. وفؤادة بتفكر عتريس بالوعد اللي بينهم إنه عمره ما يلوث إيده ويبقى ظالم زي جده، وعمره ما يقتل ويخلي قلبه الأبيض أبيض زي ما هو، وإلا هي مش هتعرفه تاني ومش هتحبه. وعتريس بيوعدها إن عمره ما هيعمل كده، وإنه هو على اتفاقهم وعهدهم بتاع زمان. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. عتريس الصغير بيحصل موقف قصاده بيغير حياته رأسا على عقب. الموقف ده انه بيكون في رحلة، مش في رحلة، في جولة يعني في القرية، هو وجده والرجالة بتاعته بيروحوا، كانوا رايحين ياخدوا الإتاوة من شخص ما، فالشخص ده بيرفض يديهم، فبيضربوه الرجالة، بيفضلوا يضربوا فيه لغاية ما كان هيموت. فأخو الشخص ده بيطلع من البيت وهو معاه بندقية وعايز يضرب بيها يقتل بيها العتريس الشاب الصغير انتقاما لاخوه، عشان كمان ايه ينتقم من الرجالة دي في صورة عتريس الصغير عشان يحزن الجد عليه. الجد اول ما بيشوف كده بينزل من على حصانه بسرعة وبيقف يفدي حفيده، وبيتلقى هو الرصاصة في قلبه. لكن قبل ما يموت بيوصي حفيده ان ياخد بطاره، وبيأكد له انه لما بس اداهم ظهره كان هيتقتل، فلازم يوريهم قوته عشان يخافوا منه ويخافوا ان هم يأذوه. وبيفضل الجد يقول له احلف ان انت هتاخد حقي، وان انت هتبقى
عتريس تاني، يعني كده عتريس مش هيموت وانت هتبقى امتداد ليا. فطبعا عتريس الشاب لما بيشوف جده بيموت فبيوعده ان هو هينتقم له وانه هياخد حقه، وفعلا عتريس بياخد بندقية من الرجالة وبيقتل بيها قاتل جده. وكمان مش بيكتفي بكده، لا بيقول للرجالة لازم تروحوا لكل الدهشنة وبتزودوا عليهم الإتاوة، واللي ما يدفعش بينتقم منه عن طريق حرق بيته أو خطف أولاده. آه وابتدى ان هو يظلم ويفتري وبقى زي جده بالظبط. طبعا لقى ان الدهشنا في بعض منهم مش عايز يدفع او مش قادر يدفع، فحب ان هو ينتقم اكتر، فقفل لهم المية اللي هو عبارة عن الهويس اللي بيتفتح على الزرع لغاية ما ارضهم عطشت وابتدت ان هي هتبور وطبعا كانوا محرومين من المية. لكن زي ما في ظالم دايما في انسان على حق، وده بيتمثل في الشيخ إبراهيم. الشيخ إبراهيم ده إنسان طيب وكل القرية بتحبه، وحافظ لكتاب الله وعارف ربنا، فهو بيتكلم مع الناس بيقول لهم إن ما يسكتوش وما يخافوش من عتريس، ولازم يتشجعوا ويقفوا إيد واحدة ضد الظلم وما يستسلموش للي بيحصل ده. بس الناس مش بتسمع كلام الشيخ إبراهيم وبيخافوا وبيقولوا لا احنا ممكن يعني يقتلنا او يزينا او كده. محدش بيسمع الكلام ده الا فؤادة اللي بتشوف حزن اهلها واهل قريتها، فبتحاول انها تساعدهم، فبتروح عند الهويس وبتفتح المية عشان الارض تشرب والزرع يرتوي. الناس بتشوف المية بتفرح، ستات بتزغرط وبيرقصوا وبيفرحوا وبيشربوا والأرض بترتوي، وهي لما بتشوفهم فرحانين هي كمان بتفرح. لكن عدريس طبعا بيوصله الخبر هو ورجالته، بيعرفوا ان الهويس اتفتح فبيجروا عشان يشوفوا مين اللي عمل كده ويقتلوه. بيروحوا الرجالة وبيلاقوا ان فؤادة هي اللي فتحته وبيحاولوا يقتلوها. عدريس طبعا بيمنعهم، فبيطلبوا منه ان هو اللي يقتلها. بيحاول يمسك البندقية عشان يقتلها لكن طبعا مش بيقدر، وبياخد رجالته وبيمشي لأنه حبه ليها أقوى من أي شيء. بالليل بيروح لأبوها وبيطلب إيدها، وأبوها طبعا بيخاف جدا منه، فبيدخل يسألها عن موافقتها فبترفض الزواج من عتريس. بيخاف أبوها والشيء والمأذون ان هم يقولوا لعتريس كده، بيخافوا فبيضطر ابوها يكذب ويقول ان هي وافقت، وعتريس بياخدها في بيته. طبعا ابوها بيخاف ان هو يقول انها رفضت لحسن عتريس يقتل بنته الوحيدة، فبيقول ان هي وافقت، وبيقول ان ممكن لما تروح معاه البيت توافق فعلا ويبقى كده الجواز فعلا. لانه بيبقى يعني لازم في قبول، يبقى هي كده قبلت، يبقى كده الجواز ايه آه حقيقي يعني مش باطل. لكنها بتحرم نفسها، بترفض وبتحرم نفسها عليه بتقول له انها ما وافقتش على الجواز، وبتعرف البلد كلها انه فؤادة ما وافقتش على الجواز. فالشيخ ابراهيم اول ما بيعرف بيمشي في البلد كلها بيقول الجملة المشهورة جواز عتريس من فؤادة باطل. وبيقول للناس كلها بيعرفهم وبيقول لازم ما نسكتش على كده. طبعا عتريس بيسمع الكلام ده فبينتقم من الشيخ إبراهيم، بيقتل ابنه الوحيد يوم فرحه. لكن الشيخ إبراهيم بيصر على موقفه، ما بيخافش من اللي عمله عتريس، وبيحاول برضو يجمع الناس وبيقول لهم ما يخافوش، يعني خوفهم ان لو سكتوا على كده ووافقوا ان فؤادة تبقى في بيت عتريس من غير جواز، ان ممكن يحصل كده في بناتهم وفي زوجاتهم لو وافقوا على كده. وطبعا بما انه ده مجتمع صعيدي وما بيقبلوش الوضع ده، فبيتكلم الشيخ إبراهيم في النقطة دي عشان يحاول ان هو يحركهم شوية من الخوف اللي مليهم. طيب يا ترى بقى ايه اللي هيحصل؟ هل الناس فعلا هيتجاوبوا مع الشيخ إبراهيم
ولا هيخافوا، خصوصا بعد مقتل ابن الشيخ إبراهيم نفسه؟ ويا ترى ايه اللي هيحصل لفؤاد والعتريس؟ لو عايزين تتفرجوا على الفيلم اقفوا عند النقطة دي عشان تشوفوا النهاية بتاعة الفيلم. لكن اذا عايزين تعرفوا النهاية هتكملوا الفيديو معايا وهتعرفوا ايه نهاية الفيلم. هنكمل. هيقدر الشيخ إبراهيم فعلا يقنع الناس انهم يقفوا ضد الظلم، والناس طبعا هيخافوا على اللي حصل لفؤاد ده اللي يحصل لبناتهم، فبيتجمعوا. وطبعا لان الكترة تغلب الشجاعة بيروحوا كلهم بيمسكوا مشاعل نار في ايديهم ويروحوا على بيت عتريس عشان ينقذوا فؤادة ويموتوا عتريس ويخلصوا من الظلم اللي هم فيه. واول ما رجالة عتريس اللي مالين البيت بيشوفوا ان البلد كلها ايد واحدة وكلهم جايين، فبيخافوا وبيهربوا وبيجروا ويسيبوا طبعا عتريس لوحده. وبيدخلوا أهل القرية بيخلصوا طبعا فؤادة بيطلعوها من البيت وبيقفلوا البيت على عتريس وبيحدفوا طبعا مشاعل النار دي، والبيت بيتملي نار من كل حتة، وعتريس بيموت لوحده والنار محوطاه من كل ناحية. والنار دي اللي زرعها طبعا هو وجده في قلوب أهل القرية. وهو بيموت عتريس بينده باسم فؤادة لأنها حبه الأول والأخير، فهو حتى هو بيموت بينده باسمها. وبتبكي فؤادة لما بتشوفه هو بينده عليها، وبتبكي على نهايته المأساوية انه هو بيموت بيتحرق طبعا وبيته بيتحرق وهو بيموت جواه، لأن هي برضو كانت بتحبه. لكن بيمشوا أهل القرية بعد ما خلاص بيموت عتريس وبيمشوا كلهم مع بعض بعد ما قتلوا الخوف جواهم وانتصر الحق على الباطل. وانتهى بكده، يكون انتهى الفيلم اللي مدته 2:3 وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة. سلام.